Next level. Depth first. Impact follows. By Code Quests. نقعد نبرره او نبرره بحظوظ او كده. لا، احنا محتاجين نستوعب ان هو غالبا كان وراه مجهود كبير. طبعا احنا ما شفناش غير اللقطه وهو بينجح وهو بياخد الميداليه وهو بيكسب وهو بيعمل بيترقى وات ايفر. لكن النجاح دايما بيبقى وراه حاجات احنا ما بنشوفهاش لانها ممله. يعني مفيش فيلم مثلا بيجيبوا لنا روكي مثلا بقى بطل في ربع ساعه، في 10 دقائق. يعني هو قاعد يجري شويه وتقدم وتقدم وكفايه خلاص تتندم والجو ده وخلاص 10 دقائق وكان ناجح يعني. فاحنا حسينا بيه 10 دقائق واحنا بنتفرج على الفيلم، لكن هي اكشلي ممكن تبقى سنين. تمام. برضو لما حد ينتقدني او يديني ملاحظه، طبعا يعني لو هي اتقالت بطريقه هيلثي تقبلها بصدر رحب. حاول تسمع حتى لو مش مقتنع. اسمع وحاول ان انت تفكر فيها. ممكن مش لازم في وقتها. روح مع نفسك كده وحاول تفكر مع نفسك هو الكلام ده صح ولا غلط. طب يعني كويس ان في حد بيقول لي على المشاكل دي عشان احسنها. لو زي ما بيقولوا ايه، لو محدش مهتم بيك يا بخت من بكاني ولا بكى الناس عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا يعني. تمام. حل المشاكل برضو يعني مش كل مشكلة أو مش كل عقبة تقف في طريقنا نستسلم ليها. لا، هو كل عقدة ليها حل، وكل لو في سكة مقفولة ممكن تحاول تاني وتجرب في سكة تانية. ده برضو من الحاجات اللي احنا بنسمعها من زمايلنا ومن صحابنا، اللي هو ايه، هي خلاص كده مش هتتغير. لو ما عندكش انت حد عنده المايند سيت دي، فانت يعني في حياتك فانت هتتعب جدا. فانت حاول يا اما تكون انت المايند سيت دي، يا اما يبقى دايما معاك حد بيشجعك بالمايند سيت دي يعني. القدرات الشخصيه، ودي بقى مثلا دي موجوده بقى وبسمعها انا كتير يعني في الشركات السوفت وير. يعني ايام جيلي على الاقل، يعني يمكن الحمد لله اتغيرت دلوقتي. بس مثلا ايه، يعني يقول لك ايه، البنات مش بتوع كودينج ومش بتوع سوفت وير وبتاع، خليهم في البيت والكلام ده. فدي برضو من نفس الكونسبت اللي هو بتاع النيتشر دي، اللي هو دي طبيعه شخصيه. وناس بتتولد بتكتب كود مثلا، او الناس بتتولد شاطره في السوفت وير، او الناس بتتولد شاطره في المانجمنت، او بتتولد وات ايفر عندها اي ملكه. برضو نفس المشكله يعني العقده بتتكون برضو عند الولاد او الرجاله، اللي هو مثلا ايه، انا ما ينفعش ابان مش عارف، ما ينفعش ابان يعني صغير شويه في القعده، ما ينفعش اسال. لا، هو الطبيعي ان انت مفيش حاجه انت اتولدت عليها تفضل معاك للابد، طالما هي ممكن تتعلمها كمهاره. آه، وحتى يعني في دراسه عملت عن الناس مثلا اللي مثلا فقدوا جزء من اعضائهم، يعني بعد الشر عن الجميع ولا قدر الله ايه. الناس دي بعد ما قاسوا حياتهم بعد كذا شهر لقوها رجعت تاني زي ما كانت. يعني هي بدأت كده وبعدين نزلت شويه الكواليتي اوف لايف بتاعته، والحاجات اللي هو بيعرف يعملها وطريقه حياته واحساسه هو الشخصي. وبعد كده بعد شويه نسي وتأقلم على الاعاقه اللي عنده يعني. فانت ممكن اكشلي يعني، ودي حاجه ما نتخيلهاش كلنا، يعني اللي هو ايه، انا او كلنا بنحس ان هو ايه، انا مش شاطر قوي في الماس، انا مش شاطر قوي في الوات ايفر يعني. فلا، ده مشكله حقيقيه، انت بتتكلم في مشكله خياليه في مخك يعني. ف فدي اهم حاجه في المايند سيت ممكن الناس يعني تتبناها. ودي يعني تجارب على فتره طويله ومايند سيتس مختلفه يعني مريت بيها، فاتمنى الناس تستفيد منها يعني. اتفضل يا حبيبي. تمام. هو يعني برضه تعقيبًا على حضرتك بتقوله ده يا جماعة في كل حاجة وإحنا ماشيين. يعني مثلًا في كود كويست لمّا أقابل كويست ده تاسك مش هاعمله لسه ما فيش وقت لسه، لأ جرّب، أنت مش هتخسر حاجة يعني. جرّب، يعني هتلاقي حاجة تاسك تعملها تروح تجرّب تعملها تاخد feedback. لمّا تدخل interview أيًا كان الأسئلة يعني في ناس بتقعد كتير مش عايزة تدخل interviews عشان خايفة، ما أنا ما ذاكرتش، ما أنا ما عملتش، ما هو أنت مش هتفضل عارف مستواك فين لو أنت فضلت في نفس المكان، لو فضلت مش عايز تجرّب يعني، أو بتفضل يعني مش بالcross mindset. أنا لأ، ادخل وجرّب وشوف واعرف فين أخطائك، هتطوّر من نفسك وتكمّل يعني. في سؤال تاني يا باشمهندس الناس بتسأله، أنا ليه ممكن أفضل يعني سنين يعني مش باروح للمرحلة التانية، أو بافضل مثلًا junior أو في mid level ومش باتحرك للsenior برغم إن أنا بابذل مجهود كبير يعني؟ تمام. طيب، هو بداية أنا هستخدم موديل اسمه الانجينيرينج لادرز.
او التكنولوجي رادار، او سوري الانجينيرنج سكيل رادار. الرادار ده بيتبناه شركات كبيره زي دروب بوكس وجيت هاب وجيت لاب، ويعني شركات كتير قوي في السوق بتتبنى الموديل ده عشان تقيم وتقول ازاي اتطور في الكارير بتاعتي، وكمان اترقى واشيل ريسبونسبيلتيز اكتر وكده يعني. فالتشالنج اللي انا بشوفه اللي بيخلي الناس دايما تعطل، هو بيتكلم ان الانجينير عشان يبقى ممتاز في الكارير بتاعته في الكومبلكسيتي اللي احنا عايشين فيها في السوفت وير بتاعنا، هو محتاج يبقى شاطر على 5 محاور. تمام، يبقى بيتطور في 5 محاور يعني. اول حاجه التكنولوجي، تمام. تاني حاجه السيستم اللي هو شغال فيه. تالت حاجه الناس اللي بيتعامل معاهم. رابع حاجه البروسيس اللي هي طريقه تطوير السوفت وير او ريليسنج السوفت وير او وات ايفر. خامس حاجه الانفلونس اللي هو قدرته على التاثير في الناس اللي حواليه. تمام. التكنولوجي طبعا السايكلز بتاعتها بتبدا بان هو مثلا ايه بيادوبت تكنولوجي، يروح يتعلم تكنولوجيز مختلفه، بعد كده بيتخصص في واحده منهم، وبعد كده بيفانجلايز، يعني يبدا يقول للتيم بتاعه على فكره ده في داتابيز احسن من اللي احنا بنستخدمها، دي سيكوال ودي نو سيكوال، بس دي احسن عشان الموقف اللي احنا فيه. والله في فريم ورك جديده اسمها سفيلت بتعمل وات ايفر، ولا رياكت بتعمل وات ايفر، احنا شغالين بطريقه يعني ممله وعقيمه بتخلينا بطاء. وات ايفر بقى الايه الكونسبت اللي هو بيفانجلايز وبيدعو ليه، يعني ايفانجلايز يعني تبشير. وبعد كده بيماستر مجموعه من التكنولوجيز، وغالبا بتبقى ميكس ما بين تكنولوجيز متكامله، زي مثلا ان هو يبقى فول ستيك، ان هو يبقى فاهم بقى اكروس الكومبلكسيتي بتاعت السوفت وير كله، يعني مش فاهم حته بس واحده منه. وبعد كده بيبدا كمان يكريت تكنولوجي، ان هو يبدا يكتب لايبرري مثلا ما اتعملتش قبل كده، يعمل فيتشر سوفت وير، حاجه في التكنولوجي مش في السيستم، ما اتعملتش قبل كده، زي مثلا مخترع رياكت او التيم اللي طلع انجلر. طبعا هو تيم ما كانش واحد، بس في واحد بدأ النواه. برضو مثلا ممكن جون ريزنج مثلا اللي عمل جيكويري، كلنا نسمع عنه. هو ايفر اللي عمل كلود كود مثلا، اللي اخترع كلود كود كتكنولوجي، كبيس اوف تكنولوجي، مش بس كبرودكت، طريقه التفكير يعني. فدي ده تراك. يعني التراك التاني هو السيستم. انت مثلا اي سيستم في الدنيا، انت اول ما بتجوين بيطلبوا منك ايه؟ تصلح باجز، تضيف امبروفمنتس بسيطه، وبعد كده بيطلبوا منك تديزاين فيتشر صغيره، وبعد كده بيطلبوا منك تقون جزء من البرودكت ده، الموديول ده بتاعك، او لو البرودكت مثلا فيه كذا سيرفيس، في السيرفيس دي بتاعتك، وبعد كده بتبدا تيفولف تتطور في السيرفيس دي بمجموعه ان انت تعمل فيتشرز جديده وانهانسمنتس، مش واحده. وبعد كده بتليد بقى الايفوليوشن ده. فده على تراك السيستم. في البيبول انت بتبدا بان انت تتعلم من الناس، وبعد كده تسبورت الناس، وبعد كده تمنتور حد يعني جونيور شويه او فريش بيجوين لسه في الشركه، وبعد كده ان انت تكوردينيت ما بين مجموعه من الشباب، وبعد كده ان انت تمانج بقى اكشلي الشباب دول وتتاكد من كواليتي الشغل بتاعتهم، او من ان هم بيشتغلوا صح يعني، او توجههم يعني. وبعد كده في البروسيس بتبدا بان انت بتفولو البروسيس، وبعد كده بتنفورس البروسيس على ناس ممكن تكون يعني للسينيور مثلا، وبعد كده بتتشالنج البروسيس، يعني تقول هو احنا ليه بنعمل كده، وبعد كده بتادجست البروسيس، وبعد كده بتديفاين البروسيس. على مستوى الانفلونس انت بتاثر في قد ايه؟ ففي واحد مثلا ممكن ياثر على، هو اخره ياثر على نص التيم يعني، او بيأثر على الباك اند في التيم ده، لان هو مثلا بيشتغل على فيتشر معينه، فهم بيشتغلوا معاه، فهم انفلونسد باي. ممكن يكون بيأثر على التيم كله، ممكن يكون بيأثر على كذا تيم في الشركه، بيساعد ده وبيانلوك ده وبيسلم حاجات لده وبينتجريت مع ده وهكذا، واداؤه بيأثر فيهم كلهم يعني. ممكن يكون بيأثر على شركه كامله، وممكن يكون بيأثر على الكوميونتي كله، يعني بان هو بيشارك معلومات، او ان هو بيعلمهم، او ان هو بيتعلم منهم حتى، وبيساعدهم ان هو يعني يعرف ده على ده. فدي برضو حاجه جميله يعني. فدي الخمس محاور. لو انت مش شغال في الخمس محاور، غالبا انت هتلاقي نفسك واقف في الكارير في مكان ما، لان معظمنا بيمسك محور واحد ويجيبه لاخره. بس انت المشكله ان انت مش هتوصل لاخره، يعني انت مهما عملت مش هتعرف تيفانجلايز اي تكنولوجي لو انت مش بتاون سيستم. ليه؟ هو مش هيقبل منك حاجه، انت اصلا انت قاعد على جنب يا عم، ومش ماسك اي فيتشرز، ولا مسؤول عن اي سيستم، والسيستم كل فيتشر بتعملها بتخرب. فانت جاي تقول لي استخدم الداتا، انت مش فاهم اصلا حاجه. ده الاتيتيود يعني اللي غالبا الناس بتوقفك في الكارير بتاعتك، بسبب ان هم مش مدينك انف
تراست لانك مركز وحاطط راسك بس في حته واحده ومش شايف اي حاجه حواليها. فدي دي الفكره يعني. ما ينفعش برضو واحد يتشالنج البروسيس وهو عمره مثلا ما اقترح تكنولوجي. ما ينفعش واحد مثلا يمنتور حد وهو مش بيون سيستم يعني. فهي دي كلها ايه، دي البلوكرز اللي هي لو انت بس ركزت سبت الدراع اللي انت ماشي فيه وحاولت تخش على الدراع اللي بعده، انت هتتقدم يعني. تعال نتكلم عن الطريق التقدم يعني في التقني. تمام، انا حركت السلايدز، لو في اي مشكله قولوا لي. احنا دلوقتي في سلايد الطريق التقني. ده مثلا شكل الانجينير اللي هو بيتطور كتكنيكال ليدر. تمام، تكنيكال ليدر بقى اركيتكت وات ايفر يعني. فما فيش حد لو عايز يتطور في الكارير بتاعتنا في السوفت وير مش على الاقل يا سبورت بيبول يا منتور بيبول يعني. لو حاولت تفضل تهرب من ان انت تمنتور حد او تساعد حد، ودي حاجه بقابلها كتير يعني في الكارير. يعني حد يقول لي انا عايز ابقى تكنيكال بس ماليش دعوه بحد، فلا دي مش هتحصل. تمام. طيب ازاي اوصل للحاجات دي؟ اول حاجه بيقرا كتير، بيتعلم كتير، واسمع كل حاجه جديده. تمام، اتعلمها واعرفها. ومع الوقت هتلاحظ ان كل حاجه شبه كل حاجه يعني. التاريخ بيكرر نفسه يعني. النهارده هنقعد نقول لك ايه، اهم حاجه بقى تبقى فول ستاك. بعد كده يقول لك ايه، لا اهم حاجه تتخصص يعني تبقى شاطر في فرونت اند او باك اند. بعد شويه يقول لك ايه، لا احنا لازم بقى تبقى برودكت انجينير فتبقى بتاع كل حاجه. وبعد كده يقول لك الجنراليست والسبيشالست يعني. هتلاقي التاريخ بيكرر نفسه يعني. فانت اقرا كتير وتعلم كتير وانتقد. هتتعلم مع الوقت ان انت تنقي وتنتقد يعني. اتكلم كتير لاي حد هيسمع. تمام. ولو ما حدش بيسمع حواليك في الشركه اللي انت فيها او في الجروب اللي انت فيها او الكوميونتي اللي انت فيها، اي حاجه بتتعلمها ما حدش مهتم ان هو يسمعها، روح شوف حته تانية يسمعوك. تمام. ولو انت برضه ما بتسمعش اللي حواليك فانت برضه عندك مشكله يعني. لان انا برضه قابلت النوعين يعني. قابلت ناس بتقعد تتكلم بس وما بتسمعش لاي حد وقابلت ناس بتسمع بس وما بتتكلمش خالص. ف... فانت يعني عشان برضه تبقى تكنيكال ليدر او تتطور في الطريق التقني بتاعك، خش السكه دي. تالت حاجه عايزين نسال، احنا عايزين نبقى فين كمان سنه يعني. اسال كل اللي حواليك، مديرك، تيم ليد بتاعك، السي تي او وات ايفر بقى، اي سي او، اي حد انت شغال معاه سينيور شويه، اساله واحنا عايزين نبقى فين كمان سنه بالتكنولوجي اللي احنا بنستخدمها. ايه المشاكل اللي بتوقفنا كتكنولوجي؟ ايه نوعيه التكنيكال ديبس اللي قدامك؟ لما تسال الاسئله دي هتفتح لك بيبان شويه ان انت تتعلم. ولو الاجابات دي مش واضحه حاول ان انت تدور عليها. تمام. وهي اكيد معروفه يعني. اكيد في ناس عارفاها بس ممكن ما يكونوش بيتكلموا اناف عنها. وعاده انا مش هتكلم عن الحاجات دي مع حد ما سالنيش فيها يعني. انا ممكن برضه ايه، اقول ايه، طب انا مش هضيع وقتي مع حد اصلا هو مش يسمعني. ف انترستنجلي برضه في بعض المعلومات ما بتتقالش الا لما تحس ان اللي قدامك مستعد يسمعها. ف فزي مثلا ما انا مش هروح اشرح مثلا فيزياء مثلا، ولا مثلا هشرح آه، يعني اي حاجه كومبلكس مثلا او علوم الاداره مثلا لبنتي اللي عندها 3 سنين يعني. ما فيش داعي اصلا، مش تبقى جاهزه انها تستوعب ده. تمام. طيب، هنسال احنا ليه بنعمل كده. شاور على اي حاجه موجوده في الشركه عندك، سواء في التكنولوجي او غيره، واسال هو احنا ليه عملناها كده يعني. ما تتشالنجز، ما تنتقدهاش، انت اسال بس فعلا انا نفسي اعرف احنا ليه عملنا كده. هتلاقي غالبا المعلومه مفيده جدا والسبب حلو جدا يعني. انت هتبقى حاجه انت ما اتعلمتهاش قبل كده. معظمنا بيخش على اي سيستم كومبلكس انف وينتقد، يقول ايه ده واحنا ليه بنعملها كده، او ليه مش عارف ايه، ده الكود عندهم وحش، ده مش عارف ايه. كل ده من تجربتي. اللي بيقول كده غالبا لا ما اتعلمش حاجه يعني في حياته يعني. ف وتحشر في اللي مالكش فيه يعني. كلها حاجات مبادئ بسيطه يعني. حاول تعملها ان شاء الله تتطور تقنيا، وهي هتلاقيها بتالاين مع كل ايتم، مع كل تراك من دول يعني. ودي اللي بتحطك على الطريق يعني. برضو في تشالنج مشهور، قال لك لما لقوا ازاز مكسر في عماره من عمارات في مدينه نيويورك. المكان ده كان نظيف جدا. تمام. بعد كده كان في ازاز مكسور واتساب مكسور. تمام. بعد 6 شهور لما راحوا بصوا على المكان ده كان احسن مكان من انظف الاماكن في نيويورك. لقوا عربيه زباله، اسمه ايه ده، لقوا يعني صفيحه زباله مولعه وعربيه مقلوبه على وشها والحيطان كلها مكتوب عليها، بسبب ان في بروكن ويندو يعني. اسمها البروكن ويندو ثيري. ف فانت برضو يعني بتاخد طاقه كبيره جدا ان احنا لو لقينا حاجه بايظه ان احنا نصلحها. اذروايز لو سيبنا حاجه بايظه
معظم الناس ما بتصلحهاش، و واحده واحده السيستم بيديتيريوريت وبيوصل لمستوى ما ينفعش ترجع منه. بس ف برضه نقرا كتير، ومش معنى ان احنا نبقى شاطرين تكنيكال ان احنا ما نقراش يعني، وانا اذكى من كده ولا بتاع. فدي برضه بوينت مهم. تمام، نتكلم بقى عن المدير. ومعظم الناس برضه بتعتبر ان المدير دي حاجه يعني عيب. اللي هو ايه، غالبا المدير ده يعني حد مؤذي ومضر. ودي كالتشر برضو موجوده عندنا وبنسمعها كتير يعني. ودي حاجه كويسه، وانا هشرح ليه ممكن تبقى حاجه كويسه. تمام. ازاي بقى يعني التطور في الجزء المانجيريال. غالبا زي ما انت شفت كده بيتكاملوا مع بعض يعني. في واحد قوي في الجزء اللي فوق، بس مش فوق بس، فاهم، واخد حبه من اللي تحت. وواحد قوي قوي في الجزء اللي تحت بيتوسع لتحت، وضعيف شويه في الجزء اللي ايه اللي فوق يعني. تمام. اول حاجه ساعد اي حد حتى لو مش فريقك. تاني حاجه شيل الليله، يعني خش كده ارفع ايدك وقول انا هصلح المشكله دي. لو حصلت مشكله عنيفه حاول انت تشجع الناس ان هم يحلوها. برضه احنا بنكمل على الجزء الثاني. روق اي كراكيب، البس اي عك، ارشف اي لوش، يعني عيش حياتك يعني كده كحد ليدر. تمام. واوتوماتيك هتتعلم مهارات تخليك تقابل التحديات دي يعني. كسر اي عوائق قدام زمايلك، اي بلوكرز موقفه زمايلك حاول تساعدهم فيها. علم الناس، ابعت لهم لينكات، احكي لهم قصص، احكي لهم اي حاجه. يعني اتكلم اكتر، كوميونيكيت اكتر. اقترح حلول وطرق مختلفه واسال ليه بنعمل كده. اهم حاجه بقى يعني مفيش حد ينفع يبقى مانجر الا لما يكون بيكره المانجر بتاعه، او بلاش بيكرهه، شايف ان في طريقه احسن للاداره. تمام. فغالبا بيبقى غلط، بس اهم حاجه ان انت تحس جواك كده ان انت تبقى شايف اخطاء مديرك. وده كلنا بنحس بيه يعني. كلنا بنشوف اخطاء مديريننا، وكلنا بنشوف اخطاء التيم ليدرز بتوعنا، بنشوفها متبروزه يعني لانها بتاثر علينا مباشره يعني. ف ومبنبقاش فاهمين ليه بيعملوا كده يعني. ده بنعتبره نوع من الغباء يعني. فاول ما تحس كده ده غالبا معناه ان انت جاهز تبقى مانجر يعني. انت عندك انف بين ان انت تستحمل الصداع اللي هيجيلك من ان انت تبقى مانجر يعني. اي هوب ان البوينت دي تكون ايه بتريزونيت مع بعضكم يعني. آه، تمام. حنان، عندك اي اضافه؟ اعتقد يعني تلخيصا للي حضرتك قلته في كل الحاجات دي، ان انا ابقى برو اكتف، يعني ما اقعدش مكاني ساكت، يعني انكش في اي حته، سواء لو انا في الحته التقنيه او عايزه ابقى مدير. يمكن ده السبيل ان انت تبقى راجل بتتكلم وما بتسكتش ودايما بتتساءل. ده السبيل ان انت تتطور يعني. يعني في معلومه بتقول ان انت في مجاهيل انت مش هتبقى عارف ان هي مجهوله اصلا، يعني في نوع من الجهل، انت بتبقى عارف ان انا مش عارف الحاجه دي، بس في حاجات انت مش عارف ان انت مش عارفها. طب الحاجات اللي انا مش عارفها دي بعرفها منين؟ من السؤال. يعني لما بسال طب ليه دي اتعملت كده، ده في كونسبت معين انا ما كنتش عارف اصلا ان الكونسبت ده موجود، فلما سالت عرفته، فعرفت مجهول جديد ما كنتش عارف ان انا مش عارفه. ودي الطريقه اللي بتوديك للنكست ليفل يعني. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس، كنا يعني الناس بتسأل، أنا بشتغل كتير بس محدش شايفني، محدش حاسس بيا، محدش عارف اللي أنا بعمله، بسهر بالليل محدش عارف الحاجات دي يعني. محدش مقدر، ايوه. بالظبط. تمام. طيب، انا هتكلم يعني اجابه السؤال ده للاسف بتتطرق لكونسبت اسمه البوليتكس، الاورجنايزيشنال بوليتكس طبعا، يعني مالناش دعوه بالبوليتكس الثانيه. وهشرح يعني في معظم الناس يعني هتريليت للمايند سيت دي يعني. وهشرح ليه المايند سيت دي مش صح. تمام. يعني معظم الناس حتى اللي بتعمل لنا فولو غالبا هيبقى بيقعوا في الناحيه اللي على الشمال دي، اللي هو بيسموهم الناس اللي بتركز على الافكار والنتائج. هم الناس دي بتؤمن جواها ان فكرتي والاوتكم او البرودكشن اللي انا بنتجه هو اهم حاجه في الدنيا. تمام. وفي ناس تانية بتركز على النفوذ والعلاقات. هي بتؤمن جواها اللي هم يعني احنا بنسميها الكوسه. تمام. تؤمن من جواها ان لو انا كونكتد كويس مع ناس مهمه، وشفت الناس دي محتاجه ايه وعملته لهم. ممكن بقى يكون مثلا سي او الشركه، ممكن يكون اي حاجه بقى. لو انت سي او فانت كل واحد فينا ليه واحد يعني عنده نفوذ اكتر منه يعني. لو انا سي او فانا يعني عندي انفستور عنده نفوذ اكتر مني. لو انا ممكن او شركه اكبر مني او وات ايفر يعني. لو انا مثلا تيم ليد فانا مثلا عندي الانجينيرنج مانجر. لو
فانا انجينيرنج مانجر فانا عندي الدايركتور او السي تي او وهكذا. يعني كل واحد فينا في ناس حواليه ممكن تكون حتى مش في التيم بتاعه، مش دايركتلي ليها نفوذ او علاقات، ممكن مدير الاتش ار، ممكن وات ايفر بقى يعني فاهم. ممكن يكون حتى حد عادي، مش شرط يكون مثلا واحد اكسبرت شاطر جدا في التيم وكل الناس بتسمع كلامه يعني ودي بالطبق تاني ممكن نتطرق له بعدين، اللي هو كونسبت الباور بتيجي منين اصلا والنفوذ بيجي منين. ودي حاجه مهمه يعني ممكن نتناقش فيها بعدين يعني. بس هي اللي بيحصل ان المايند سيت بتاعت الناس دي يعني بتبقى دايما في الاكستريم. يعني احنا مش عايزين نبقى بنركز على الافكار بس، تمام، وهنشرح بقى ازاي، ولا بنركز على النفوذ والعلاقات بس، تمام. معظمنا بيقع في الناحيه اللي في الشمال خالص، في الناحيه الاكستريم يعني، تمام. فانا بس محتاج بس انلوك الحته دي، وان شاء الله هتلاقي ايه الموضوع بدا يوضح يعني، حتى هتشوفه بوضوح حواليك في الشركات يعني، تمام. اول حاجه ان انا بركز على الفكره والقيمه اللي انا بعملها. انا ده انا عامل فكره ذكيه جدا، ده انا عامل فيتشر حلوه جدا، ده انا عملتها في نص ساعه، انا عملتها في 5 دقائق وهكذا. بس هي ملهاش اي لازمه لو انت ما عرفتش حد يقدر ياخد الفكره بتاعتك ويعرف بقيه الشركه بيها انها موجوده، تمام. واحد تاني مش هيعمل اي فكره ولا اي حاجه، ممكن اكشلي يشوفك بتشتغل على الحاجه الجميله دي ويروح يقول لي مثلا التيم ليد، ولا يقول لحد مثلا من السي، يقول للسي تي او مثلا لو هو ليه كلام معايا، يقول له والله ده انت شفت، ده احنا عاملين فكره بقى، التيم عندنا عمل فكره، او انا اشتغلت بقى على فكره وساعدتهم فيها، بتاعت ان احنا مثلا سرعنا الامبليكيشن 100%، 50%، وتبقى اي بقى حاجه، تمام. فيبدا ان هو يكافئه ويقول له طب ما تيجي تحكي لنا كده، وتعالى نعرف الناس، تعالى اخدك معايا نقول للسي او طب تعالى ده احنا عايزين نعمل ده تاني، طب تعالى ما تمسك بقى التيم اللي بيوبتمايز البرفورمانس وهكذا. فواخد بالك ازاي ان انت عشان ركزت بس في ان انت تحقق الاوتكم من غير ما تركز ان انت تشوف مين اللي ممكن مهتم بالاوتكم ده او مش مهتم. لانك لو ما لقيتش حد مهتم ما تشتغلش على الحاجه يعني، فاهم قصدي؟ يعني لو الشركه ليها اهداف مختلفه، او هو ايفر مثلا مع الانفلونس او النفوذ في الشركه، او اللي عارف مصلحه الشركه مش مهتم بالحاجه اللي انت شغال عليها، ليترلي ما تعبش نفسك، فاهم؟ ما اي مجهود هتعمله ملوش اي لازمه، تمام. طيب تاني حاجه، في واحد مثلا يقول لك ايه، انا هعتمد على الانظمه البروسيس اللي احنا ماشيين عليها، هعتمد على البوليسيز، همشي على البوليسيز بحذافيرها وهسمع الكلام وكل الكلام الجميل ده. وفي واحد تاني يقول لك ايه، لا انا هستأذن السي او واقول له والله انا محتاج بس اجازه 50 سنه وعادي، وهقول له ليه يعني، وهشرح له وهيعديها لي يعني، ولا بوليسي ولا سياسات ولا اي حاجه، تمام. معظمنا بيحبط لما بيشوف الاكستريم ده، تمام. وطبعا الاكستريم، الناس اللي هي بتفكر بالطريقه اللي هي بتاعت النفوذ والعلاقات وفاهمينها كويس، هيبص على اللي ماشي ماشي جوه السيستم ولا ماشي جوه الحيطه ده، ويقولوا ايه ده بيعمل كده ليه، تمام. تاني حاجه، لو انت مثلا من الشخص اللي بيركز على النفوذ، تيم ليد مثلا مهتم قوي بصورته في الشركه وصوره التيم بتاعه، تمام، مش مهتم بالاوتبوت بتاعنا، تمام. وده بيحصل برضه، انت ممكن يبقى مديرك هو مش مهتم اصلا بالاوتبوت اللي انت بتعمله، هو مهتم بشكل الاوتبوت. يعني احنا مهتمين ان احنا نسنجف بقى ونظبط الحاجات كده، وتلاقيه مهتم قوي بشكل البرزنتيشن اكتر من اي حاجه ثانيه. ف ف ف فده برضو يعني مش حلو يعني، تمام. آه اللي بيحصل ايه، ان انت لو غلطت اي غلطه هتلاقيه بيعاقبك عقاب شديد، تمام. مش ملهاش علاقه بالاوتبوت، انت بس غلطت غلطه في البرزنتيشن، تمام. او غلطت وخليت شكل التيم وحش، تمام. تلاقيه يقول لك كده، لا هو احنا مش مهم شكل التيم، احنا مهم ان الشركه كلها تنجح. فشكل التيم مش مهم، شكلك انت برضه مش مهم. لا فبرضه ما ينفعش تفكر بالتو اكستريمز، ما ينفعش يبقى اللي هو الشكل مش مهم، المهم النتائج، ولا الشكل مهم وهو اهم حاجه ومش مهم النتائج. ما تبقاش برضه في الايه، في التو اكستريمز دي، تمام. تاني حاجه، الجزء الخاص باداره الانطباع، تمام. يعني الانطباع بتاع الناس عني، تمام. في واحد يقول ايه، انا سمعتي بتيجي من ان انا بخلص تاسكاتي والكواليتي بتاعتها جامده جدا والكود بتاعي جميل جدا والشركه مش مقدراني ومش فاهماني، تمام. ففي ناس بتركز على العكس بقى، اللي هو ايه يعني، تلاقي مثلا احنا بنعمل ديمو، في واحد عمال يتكلم عن جمال الاركتكتشر وحلاوه الاركتكتشر، او حتى ما بيتكلمش خالص، يقول هي شغاله، بصوا يا جماعه شغاله جميله جدا، ومستنيين احنا نساله ازاي هي شغاله من جوه. وواحد تاني تلاقيه بقى عامل رسمه دياجرام جميل، هو الدياجرام اصلا طويل جدا ومعقد جدا، وفي الاخر معناه ان هو عمل تو تير ابلكيشن
وابلكيشن بيتكلم الفرونت اند وبيتكلم الباك اند، يعني لو انت ما عملتش اي اختراع في حياتك، يعني فاهم قصدي؟ بس تلاقيه عامل يعني عمال يلمع فيه ومخليها واو يعني، فتحس يعني ان هو عمل اللي ما اتعملش. فاحنا برضو مش عايزين نبقى تو اكستريمز. انت لو عملت مجهود وكواليتي عاليه او حاجه كومبلكس شايفها كومبلكس، اتكلم عنها، تمام؟ ما تستناش حد ياخد باله لوحده كده، لان ده مش بيحصل، لان في ناس تانية في الاورجنايزيشن شغاله على انها بسبب انها يعني طباعها في الناحيه دي مشغله على كويس قوي، على انها يعني تلوبي او تعرض الافكار بتاعتها او الشغل بتاعها اللي هو اكشلي ضعيف وما فيهوش اي سبستنس، تمام؟ آم، والمثال ده يعني بيقولوا مشهور يعني، اللي هو الاشهر يبيع احسن من الاشطر، تمام؟ ف ف ف فده برضو بنشوفه في السوق حتى في الشركات يعني، تمام؟ طيب التواصل، تمام؟ تلاقي مثلا واحد داخل يقول لك ايه، بص هو السيستم هيقع والكود وحش وتيم فاشل، وداخل يقول لك اخبار كلها ماشي مهمه انا عايز اعرفها، بس كلها مؤذيه وفي وقت مش مناسب، تمام؟ ف وفي واحد تاني يقول لك ايه، بص انا يعني انا مش هقول لحد ان الدنيا بايظه، بس مش هقول لحد ان السيستم هيقع، مش هقول لحد ان احنا هنتاخر، تمام؟ مش هقول للليد ان احنا بنتاخر، او مش هقول له مثلا ايه ان احنا لقينا مثلا فيتشر احسن او لقينا مثلا حاجه نوبتمايز بيها. انا هستنى الوقت المناسب عشان اطلع المعلومه دي لما في احسن وقت ايه تنفع معايا. فانت برضو ايه، خليك في النص، تمام؟ وخليك واضح وترانسبيرنت، بس برضو تاكد ان انت بتتكلم للشخص الصح اللي هيستفيد بالمعلومه، ما تقولش لاي حد وخلاص، تمام؟ في واحد برضو بيركز على النتوركينج، تمام؟ بس بهدف ان هو النتوركينج اللي ايه، اللي يفيد مصلحته، اللي هو التحالفات بقى، يعني نعمل تحالفات مع فلان عشان ينفعني ساعه مش عارف ايه وهكذا. لا انت ما تعملش كده، خليك برضو قايم على يعني ريليشن ونتورك مهنيه بروفيشنال، قايمه على تقديم فاليو حقيقيه، انت تقدم لهم فاليو حقيقيه وهم يقدموا لك فاليو حقيقيه، مش ان انت برضو مثلا ايه تعمل تاخد فاليو تاذي بيها الشركه يعني او زمايلك. من الاخر اللي هو الفرق ما بين الواسطه والمحسوبيه، والفرق ما بين الريكومنديشن مثلا، تمام؟ وكلنا عارفين الفرق، يعني فرق واضح، ولو حد حابب نوضحه اكتر نبقى نوضحه يعني، تمام؟ في واحد برضو ايه يقول لك ايه، انا الشركه لما تشوف الاوتبوت بتاعي الجميل العظيم كلهم هيتبنوا التكنولوجي الجميله اللي انا بنيتها دي. في واحد تاني هتلاقيه عمال برضو ايه بيركز على ان هو يلمع التكنولوجي ويسوق لها جوه الشركه ويعرف فلان وعلان وترتان وكده، بس هو مش ما عندوش اكشولي كواليتي جوه ولا سبستانس يعني، تمام؟ واحد برضو مهتم مثلا بان هو ياخد شهادات 5000 سيرتيفيكت وشكل جميل جدا، بس هو اكشلي مش بيطور نفسه، تمام؟ بس انا هاخد السيرتيفيكت عشان السيرتيفيكت دي شكلها حلو قدام المانجمنت، او هتساعدني ان انا اخد ريز او كده يعني، بس هل انا هتعلم حاجه من وراها؟ لا، بس هو لو السيرتيفيكت ينفع اخدها بفلوس اخدها بفلوس، ومش مهم اللي هتعلمه. فدي برضو ايه، ده التو اكستريمز يعني. في واحد برضو ما ايه يعني مهتم ان هو يقعد يتعلم الحاجات وبس، ما حدش يعرف ان هو متعلمها، ولا حد يعرف ان هو عارف اي تكنولوجي ولا عارف اي حاجه ولا بيتعلم ولا اي كلام من ده. فممكن يبقى عارف 5 فريم وركس و16 لانجوج ومجرب حاجات الشركه نفسها تشتغل بيها، بس هو ما بيقولش حد. ف فيعني دول التو اكستريمز. لو انت فكرت في التو اكستريمز دول كويس وبص كده يعني اسال نفسك، يعني اعمل اكسرسايز مع نفسك، خد الصوره دي واعمل اكسرسايز مع نفسك وشوف انت بتقع هنا ولا هنا في كل واحده من دول، في كل اريا من دول، انت البيهيفير بتاعك فين يعني. غالبا هتلاقي نفسك مركز في ناحيه واحده في كل البيهيفير بتاعك، فانت شوف بقى ازاي تقرب للناحيه الثانيه. مش معنى كده ان انت تبقى، احنا عايزينك تبقى في النص متوازن، اللي هو لان فعلا التاثير بتاع الناس بسبب الكومبلكسيتي العاليه بتاعت شغلنا، الناس بتبدا تستخدم عمله التراست، تمام؟ عمله الاكسبرتيز والاثوريتي. انا بدل ما اخش ابص ان كود حسين هاي كواليتي، انا هسال احمد اقول له هو كود حسين هاي كواليتي ولا ايه رايك في حسين، تمام؟ فلو انا بثق في احمد يعني، فدي فعلا بتفرق يعني. فلو احمد مش عارف ان انت الكود بتاعك حلو، هو هيقول له ما اعرفش والله، غالبا الكود بتاع ابراهيم احسن منه بكتير،
فدي يعني هنا بقى ايه الفخ اللي معظمنا بيقع فيه. ليه بنعمل كده؟ عشان ما فيش حد عنده وقت ان هو يخش في كل تفصيله. وكل ما يبقى يعني مور سينيور كل ما بيبقى محتاج شويه شورت كاتس. يعني انا عن نفسي لما باجي هاير بعتمد على ريكومنديشن قبل اي حاجه تانية. يعني انا ممكن واحد، لو حد مثلا، لو حنان مثلا انا اشتغلت معاها فتره طويله وعارف انها ممتازه، فلو هي عملت لي ريكومنديشن لحد وقالت لي الحد ده شاطر، انا بعينه من غير انترفيو. تمام. ف ف وممكن اعمل له انترفيو كده، يعني اللي هو ايه، بس سريع بس كده اتاكد بس ان احنا بنالاين مع بعض في الدماغ والكالتشر يعني. بس هي الريكومنديشن بتاعها هيساوي عندي 10 انترفيوز. فده مش معناه ان انا هقابلها مثلا. تمام. بس لو حد بص عليها بشكل فير، هو انا كده ممكن ما تعينش. فانت لا، انت محتاج بس تفهم ان 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 لو الناس تساوت في قدرتهم على بريزنتنج الاوتكم، التراست هي اللي بتاخد اللغه يعني. بس فدي البوينت. معرفش بقى يا حنان، احنا عندنا لسه وقت احنا عندنا نكمل؟ 11 دقيقة يعني بس. طيب ناخد اسئله الناس بدل ما نكمل. يعني ممكن نكمل ان شاء الله في سيشن تاني. آه، شباب ممكن يعني اللي عنده سؤال يرفع ايده او يكتبوا في الشات. او يكتبه في الشات. بالظبط. دي علامه مش كويسه يعني. لو الناس ما بتسالش يعني مش كده، هنعمل ان هم ما استفادوش اي حاجه من البرزنتيشن. ماشي، اتفضل يا احمد. لو بتتكلم احنا مش سامعينك. احنا مستمعينك يا احمد لو بتتكلم. او لو حابب تكتب سؤالك في الشات يعني زي ما تحب. في سؤال، يعني انت حاسس ان في ناس ممكن تبقى حاسه ان تمام ماشي، في حد بيسأل. انا بقول برضو ايه، يعني لو حد حاسس ان السؤال يعني ايه مش ذكي قوي او مش عبقري، مش عادي يعني، هو هيطلع مفيد. في ناس كتيرة نفسها تسأل السؤال ده، بس يعني مش عارف. فيعني يا ريت انا يعني. كده صوتي مسموع. سامعينك كده يا احمد، اتفضل. انا اسف، انا كنت بره بس كنت يعني حابب احضر السيشن فكده مش هظبط شويه. هو بس حاليا انا بالنسبه لي يعني عشان حاليا في الجيش او كده، فانا حاليا في الفتره اللي انا بعمل فيها اللي بعرف اعمله جاست فور ذا ان انا مبقاش قاعد فاضي ما بعملش حاجه. الحقيقه يعني ما عنديش فكره، مش عارف هل ده كده يعني انت بيضرني اكتر ما هو بيفيدني. يعني انا الفكره انا مش حابب ارجع تاني ان انا اللي هو لا قاعد بذاكر مع نفسي في البيت بعمل بروجكتين مش عارف مفيدين ولا مش مفيدين. فانا يعني ماشي في الفكره اللي هي بتاعت ان انا حاليا اللي بعرف آه، اشتغل وبيألاين مع ظروفي ممكن اشتغل، ممكن بقى شويه بعمل كذا مكان موبايل شويه وهكذا يعني زي ما ظروف بتجيبني. فده تمام. بيبقى مش عايز عندي حس اللي هو بحس ان انا كده ممكن ابقى بضر نفسي اكتر من ما افيد. تمام، فاهم قصدك. بص، هو مفيش إجابة يعني صح وغلط، لأن مش كلنا بنوصل بنفس السرعة. أنا برضو دخلت الجيش، تمام، وفي نفس الوقت في ناس وأنا ما دخلت يعني زمايلي اللي ما دخلوش الجيش، أنا ما حسيتش إن إحنا فرقنا عن بعض في الكارير جامد قوي بعد ما خرجنا. بعدها بسنتين، يعني بعد ما خرجت أنا بسنتين، حسيت إن إحنا إيه، محصلة بعض. تمام. كل واحد فينا بيقابل تحديات سواء في شغله أو في حياته، ممكن تبطئه شوية. تمام. لا، هي في الاخر يعني الرؤوس بتتساوى على الليفلز المنطقيه يعني. تمام. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني من تجربتي يعني. فدي اول حاجه. تاني حاجه، هو بالعكس انا شايف ان الوقت بتاع الجيش، لو انت عندك وقت تقرا وتذاكر مش تشتغل، لا، خاصه لو الشغل مش يعني مش بيجيب فلوس جامده يعني. وخلينا نبقى صراحه مع بعض، غالبا مش هيجيب فلوس جامده. فلو مش بيجيب فلوس جامده او انت محتاجها قوي، وتقدر يعني تستحمل ان انت تقعد تقرا كتير في الفتره دي،
دي هتفيدك، لان معظمنا برضو بيكتشف ان هو ايه لما بيشتغل يقول لك ايه انا بعد ما البروجكت ده يخلص انا هقعد اذاكر، بعد ما مش عارف ايه هقعد اقرا، فاهم قصدي؟ فلا ده هيمرنك شويه، يمرن عضله القرايه ويمرن عضله المذاكره اللي هي في حاجات انت ما هياش مثلا عليك واجب فيها ولا عليك حاجه فيها، فاهم قصدي؟ فحاول تخش في ارياس حتى كمان انت مهتم بيها بس ما جالكش فرصه ان انت تقرا فيها يعني. تمام، تسكل مهاراتك شويه لو ده متاح، يعني لو ده متاح ده حلو جدا. برضو مثلا ايه لو في مثلا اي يوم انت نازل فيه اجازه احضر ايفنتس يعني. واحنا متشكرين جدا يعني ان انت كمان حضرت الايفنت ده، يعني تعرف على الناس وكده يعني. دي كلها سكيلز يعني ممكن تفيدك في الوقت اللي انت مشغول فيه. فلو الفلوس مش جامده يعني، فده رايي. وبرضو في حاجات يعني علاقتك مع زمايلك اللي في الجيش اللي هم بعد ما هيخرجوا كل واحد فيهم هيخش في حته، فانت اكشلي لو تقدر تفيدهم على الشورت تيرم يعني وانت معاهم، دي برضو هيفتكروها لك. تمام، هتلاقيه بيرفع استماع عليك ويقول لك يا احمد انا عايزك معايا في شغل حلو جدا وبتاع مش عارف ايه، وهيبقى قدامك كذا فرصه يعني. فيعني مش لو ما عرفتش تلاقي حاجه ممتازه يعني كشغل، مش هتخسر كتير ان انت تذاكر وتقرا يعني. انا يعني كنت محظوظ ان انا عرفت اعمل الاثنين يعني. نص الفتره بتاعتي، نص فتره الجيش عرفت اشتغل شويه. بس هي ما اكدبش عليك انا مش حاسس ان انا عملت يعني اللي ما اتعملش ساعتها يعني، ما اتطورتش جامد يعني، بس يعني ما صدتش. بس برضو عرفت ان انا في الوقت يعني في وقت تاني ما عرفتش اشتغل فيه وكانت الدنيا مضغوطه يعني واجازاتي قليله وكده. فكنت معتمد على القرايه والكلام ده اكتر يعني. فدي تجربتي الشخصيه يعني، اتمنى انها تفيدك. طبعا شكرا جدا. شكرا يعني. في ناس بعتت كذا سؤال في الشات، اعتقد هم مرتبطين ببعض، لو حضرتك تبص عليهم. تمام. مش في حد بيسأل، هادي بيسأل في مصر السينيورتي ايه المعيار؟ لأن الموضوع عليه جدل. أنا شايف إن السينيورتي ليها علاقة بالرادار اللي أنا اتكلمت فيه. ده شكل السينيورتي. تمام، إن أنت بيزيكلي تترقى في الارياز المختلفة دول، تطلع من الحلقة الصغيرة اللي في الأول للحلقة اللي بعدها. لو بتتحرك في الحلقات دي بشكل شبه متناسق يعني، مش بشكل اللي هو ايه مش عامل يعني اللي هو ايه قوي جدا في حته وصفر في الباقي كله. فده اكشلي الترو سينيورتي. الدياجرام بسيط جدا. يعني تقدر تسيلف اسس نفسك فيه يعني، تخش تقول هو انا بعمل ده ولا ما بعملوش. في ويب سايت اسمه انجينيرنج لادرز، تقدر تخش عليه برضو ايه. انجينيرنج لادرز كلمه واحده، تخش عليه وتقرا اكتر لو انت عايز تعرف ازاي تقيس السينيورتي دي يعني. دي البيهيفيرز المنطقيه اللي السينيور بيعملها، لو عارف يعملها خلاص كده هو بقى سينيور حتى لو مش عفريت في التكنولوجي قوي يعني. ودي شفتها كتير. برضو يعني لو عايز تحدد انت جونيور ولا ميد، خش اعمل الرادار ده يعني. لو انت ميد ليفل هتلاقي نفسك مثلا في تاني حلقه، او الافرج بتاعك في تاني او تالت حلقه او كده يعني. دي انا الاداه اللي بستخدمها اصلا في ان انا ابروموت واعين واحط سالاريز وكل حاجه يعني. فهي اداه مناسبه جدا، انا حسيت انها بتدي لي ريزلت حلو جدا ان انا افكر هوليستيكلي على مستوى الناس يعني. طيب ازاي اطلب تدريب في الشركه رشا؟ وانا عشان الشركه مجالها مختلف وما اشتغلتش بيه قبل كده. تمام. في كونسبت مهم اسمه الدومين نولج. الدومين نولج يعني انا اشتغلت في شركه فيها مثلا ايه، في شركه مثلا بتعمل هيلث كير سيستم، غير لو اشتغلت شركه بتعمل مثلا اتش ار سيستم. الاتش ار ده قصه والهيلث كير ده قصه، ليها حواراتها وليها افلامها يعني. فان انا قدرتي على ان انا افهم الدومين هي اللي هتساعدني ان انا اجيب يعني اتعلم الدومين بسرعه يعني، هي اللي هتساعدني ان انا انجح في اي شركه تانية بتشتغل في دومين تاني. تمام. واحنا للاسف يعني مفيش صناعه اسمها صناعه السوفت وير، في صناعه اسمها مثلا ايه ترانسبورتيشن، في صناعه اسمها المعمار الانشاءات، في صناعه الطب الهيلث كير او الصحه. مفيش حتى وزاره اسمها وزاره التكنولوجيا، في وزاره كوميونيكيشن بس ما فيش وزاره اسمها وزاره التكنولوجيا او السوفت وير يعني. فاحنا مهم ان احنا نستوعب ان احنا دايما بنبقى شغالين عشان نحل مشكله. المشكله دي في اندستري من الاندستريز، الا لو انت محظوظ مثلا وشغال في مايكروسوفت، فانت دي الشركه الوحيده اللي بتبني سوفت وير، او كيرسور مثلا او كده، دي الشركات اللي بتبني سوفت وير من اجل السوفت وير. ف ف ف فقدرتي ان انا افهم الدومين
بيزيكلي ان انا افهم مين العميل، بنعمل له كده ليه، ايه مشاكله اللي بتقابله. الاكسبيرينس دي هي اللي بتساعدني ان انا استوعب التشالنجز اللي هتقابلني في اي شركه تانية. اتمنى ده يكون جاوب السؤال، ممكن يكون ما جاوبوش قوي. تمام. وهل ده تفكير صح باني بشتغل من نوع الفinTech، مشاريع تعليم مثلا، او مشتغل ديفينتلي ان انا اطور مهاره ان انا ازاي افهم الريكوايرمنتس او افهم العملاء، او ان انا امباثايز معاهم. دي بيسموها ده، يعني ده علم البرودكت مانجمنت، او علم البيزنس اناليسيز. وده يعني دومين كبير، بس هو دومين مهم جدا. ومع يعني تقليص الوقت اللي بياخده الامبلمنتيشن، فبقى وقت التستنج والريكوايرمنتس اهم واكبر، والديزاين كمان يعني. فالاهتمام بيهم زاد دلوقتي يعني. ففكره ان احنا نتعلم بعض السكيلز دي مهم يعني. اعتقد في سيشن شغاله دلوقتي عن البرودكت مانجمنت، فلو تقدري تحضريها تستفيدي جدا يعني. او تتابعي يعني الكوميونتي ده يعني. موجود على برين سبرينج اللي كنت شايفها وانا داخل يعني. تمام. محمد محمود، انا شايف ان مفيش مفر اننا نتعلم اننا نتكلم عن شغلنا ونتكلم وسط مجموعه من الناس، عشان تمام صح. تمام. الناس اللي ما بتتكلمش عادي يعني هتوصل وهتفضل كويسه، بس مش هتبقى يعني ايه، مش هتبقى يعني بتتطور في الكارير بتاعتها بسرعه جدا، ومش هتتطور بالسرعه المناسبه يعني. انا هبعت الموقع على الدiscussions بعد الميتنج يعني، لانه خلاص هيخلص. هي مهاره للاسف انا مش شايف مفر ان انت تطورها، ولو ما حاولتش تتخطى البارير بتاع ان انت تطورها، دي يعني للاسف هتبقى دايما البنفيتس بتروح لحد تاني. يعني مش صعبه قوي، ومش لازم تبقى بيرفكت فيها يعني. حبه صغيرين جدا هيفرقوا معاك جامد جدا يعني. اعتقد ان احنا السيشن خلاص قربت على النهايه يعني بتقفل. شكرا لحضرتك جدا يا باشمهندس، شكرا لوقتك والامثله. شباب احنا النكست ليفل ان شاء الله هنشير برضو اللينك بتاعها